أقبل علينا هذا المدرس ولعله الآن يسمعني. أقبل علينا قال: يا ولد أنت اخرج. قلت: أنا ليش أخرج؟ قال: لأنك لم تتعلم الحياة العسكرية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت لم تتعلم، لذلك لست مؤهلا للجهاد. قلت له: أنت مدرسي وأنا كنت طالبا له، فقل لي وما هي الحياة العسكرية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسكت. فقلت له: أنا درستها وهي 5، هل تريد أن تسمع أم أخرج؟ قال لي: أتحداك أن تقول أنها. قلت له: أولها النصيحة. قال لي: كيف النصيحة؟ بدأ بالنصيحة. أنا إذا رأيت من ولي أمري ظلما أو شيء نصحته بيني وبينه. النقطة الثانية التي استغلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت نقطة الحشد، بأن عرف كيف يحشد المسلمين واحدا تلو الآخر.